تنتخب الرئيس مع الفريق أحمد شفيق. أذكركم بسؤالنا على الفيسبوك: الحوار مع المرشح أحمد شفيق، غير رأيك فيه. 2 أكد رأيك فيه. 3 لست متأكدا، لم تحسم موقفك بعد. الآن نذهب إلى ملفنا الأول، الملف الشائك، ملف التعليم. الدكتور كمال مغيث. يا دكتور، هستميح حضرتك عذرا أن تكون الأسئلة بإيقاع أسرع ما يمكن حتى نتمكن من طرح كل الأسئلة التي لديك. أيضا سيادة الفريق نطمع في إجابات أسرع حتى تستطيع أن تأخذ الفرصة كاملة في الإجابة على هذا الملف الشائك. تفضل سيدي. سيادة الفريق، مكون التعليم والبحث العلمي في برنامجك محدود للغاية في الحقيقة، ولا يكشف عن أي توجه واضح، وعلشان كده أنا هسألك في 3 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بالتعليم العالي، ثم التعليم قبل الجامعي، ثم مكون البحث العلمي. سيادتك في برنامجك ما جبت سيرة الجامعة المصرية بأي حال من الأحوال. تحدثت عن أنك سوف تقيم جامعة عالمية في الساحل الغربي، ولم تأتي سيرة الجامعة المصرية. فهل سوف تعطي ظهرك للجامعة المصرية؟ وإذا كانت فيها مشاكل فما هي أولويات هذه المشاكل بالنسبة لسيادتك؟ شكرا يا فندم. خليني ارجع ورا شويه صغيرين وبسرعه جدا في مشكله التعليم في مصر يا دكتور. اعتقد من سنه 52 بقيام الثوره وبالتوجه الفجائي باعداد ضخمه جدا للتعليم الجامعي، وكانت ايامها على ما اذكر وتذكر سيادتك ما كانش فيه غير جامعه فاروق وجامعه فؤاد اللي هم القاهره وعين شمس دلوقتي. بس ما كنتش اتولدت تاني لسه يعني. ممكن، لكن انا بس بقول لحضرتك بذكرك. طبعا. عملوا بعديها على طول مكتب التنسيق، وابتدينا نلاقي اللي بيجيب كذا في المية بيخش الطب أو الهندسة، وكان كليات القمة بتتراوح. كان سوق كل سنة بنتفرج عليه يعني. استقرت الأمور دلوقتي على مدى 60 سنة ما خرجناش من هذا المنزلق اللي نزلنا فيه، ولغايه النهارده اللي بيجيب 100 ولا 110%، ما اعرفش الارقام اللي بتيجي دلوقتي الغريبه دي، ده رايح كليه الطب. وقد لا يجرؤ ان يقول لا انا مش عايز اخش الطب، لان اهله هيزعلوا منه جدا وهيعذبوه لان هو بيضيع املهم في انه هيخش الطب. بينما ابو 50% بيخش الحقوق والعلوم. عايز اقول يا دكتور قبل ما نتكلم في اي حاجه، علينا ان احنا نقول ازاي كلية الحقوق وكلية العلوم اقيم كليات في العالم في التقدير عشان تخشها، والمصريين يقبلوا هذا التقييم لكلية العلوم والحقوق على مدى 60 سنة، ومحدش فكر يدرس ايه الظاهرة دي نفهمها. انا بشوف ان احنا التعليم في مصر في محنة يا دكتور، مش موضوع جامعة وثانوي واعدادي. التعليم على بعضيه من اول خريج الجامعة اللي مش عارف يكتب باللغه العربيه لغايه النهارده وهو خريج جامعه مصريه، ما بتكلمش على خريج الجامعه الامريكيه ولا خريج جامعه الالمانيه، خريج الجامعه الامريكيه بيخرج مش عارف، المصريه مش عارف يكتب عربي. تقييمنا للتعليم من سنه 52 حتى اليوم، كل التطوير اللي بنعمله ان احنا كنا كل 3-4 سنين نشيل سنه من الاعدادي نحطها في الابتدائي، وبعدين بعد 3 سنين تانيين نرجع نفس السنه نرجعها تاني للكرويه. ادي التطوير اللي عملناه. اعتقد يا دكتور ان ابو 50% اللي بيخش كليه الحقوق، هذا الشخص لو ان احنا قيمناه تقييم علمي صحيح يدخل فيه كل عناصر التقدير اللي في العالم كله بياخدها النهارده او بياخد بيها، يمكن نلاقيه ب 50% بتاعته لو دخل الطب هيبقى احسن دكتور في المنطقه في العالم. سيادة الفريق، انا بسأل عن اولويات مشاكل. ايوه، يعني ده موضوع التنسيق ده جزء، الميزانيه جزء، تطوير يعني نظام الترقيه. انا عايز يعني حضرتك تقول لي هذه الاولويات. الله، وهي دي مش المشكله، مش انا بدخل يعني هتبقى الاولويه مكتب التنسيق مثلا، اننا نستغنى عن مكتب التنسيق. مش بدخل الاول الطالب المناسب في الكليه المناسبه يا دكتور. يعني هنستغنى عن مكتب التنسيق؟ سيادتك بتطرح كده مثلا؟ مؤكدا اذا كان فيها استغناء عن مكتب، اذا كان ده دور الوحيد لمكتب التنسيق بستغنى عنه. هو ايه قدسيه مكتب التنسيق؟ المكتب التنسيق الحقيقي اللي بيدخل لي الكفاءه الفعليه اللي هيطلع احسن دكتور في العالم ايا كان تقديره، هو اللي يجهز يخش هذه الكليه.
وابو 100% لو كان هو هيطلع احسن قانوني في العالم هو اللي يتاخد يخش كليه الحقوق. اذا النظريه من الاول فيها اني بدخل الشخص غير المناسب في المكان اللي انا بختاره له بناء على تقديرات العالم كله المتطور ما بقاش ياخد بيها النهارده. طيب. ده بالنهايه من الاولاني. طيب قبل ما تدخل عايز بقى سياده الفريق، بسرعة. الدكتور كمال مغيث طرح سؤال محدد شويه هو نفسه خرج منه الان. هروح. حضرتك طرحت جامعه دوليه، هو بيسال اللي كنت عن هكمل رؤيتك عليها. للجامعات المصريه، وهل حضرتك تؤمن ان التعليم العالمي هو الاهم، وده معناه ان حضرتك هتدي ظهرك للجامعات المصريه؟ اطلاقا. هذا هو السؤال. اطلاقا ما فيش اي ده انا كنت بقول الجامعه العالميه عشان خاطر نقتبس من الجامعات العالميه ما يرفع مستوى الجامعات المصريه. الاحتكاك، وسيادتك تعلم من اجتماعي مع سيادتك امبارح الاحتكاك اللي نطلع نشوف العالم ماشي ازاي. هل العالم ماشي بمكتب التنسيق اللي احنا ماشيين بيه النهارده؟ هل العالم راضي بالمستوى اللي بيخرج بيه خريجين النهارده؟ هل احنا راضيين عن ان احنا جامعاتنا المصريه تخرج من احسن 500 جامعه في العالم؟ حتى لو كان في جامعه القاهره رجعت تاني. اعتقد ان احنا كارثتنا في التعليم طيب. وفي مستوى التعليم ابعد بكثير من الناس التقسيم اللي حضرتك بتقول عليه. انا هتجاوز بسرعه حتى الموضوع يا دكتور، الموضوع اخطر كثيرا جدا من ان انا اقول لحضرتك مشكله. لا، اقول لحضرتك مشكله المدارس سهل جدا. مفيش مباني ومعايا عددها 40 طالب فاكتر، وبعض المدارس 90 طالب فاكتر. طيب حضرتك كده بتتنقل لملف تاني لسه ما طرحوش الدكتور كمال. سؤالك الثاني دكتور كمال. انا هتجاوز الجامعه الدوليه لانه في مشاكل كبيره بين جامعه النيل وجامعه زويل، وهي ربما تكون فكره الجامعه الدوليه ذات فعل سيء اذا حسبنا اللي حصل بعد كده لجامعه الدكتور نظيف. لكن خليني اجي، هي جامعه الدكتور نظيف كانت جامعه الدكتور نظيف ليه يا دكتور؟ حضرتك عارف القصه؟ يعني اما الجمعيه وبعدين الارض بتاعت النيل يعني حضرتك درست ابعادها ولا اشرحها لحضرتك؟ لا درست ابعادها الى حد ما، بس انا عايز اتجاوزها. طيب هرجع. سيادة الفريق، سيادتك يعني لمست نقطة حقيقية حوالين مرتبات المعلمين، وأنا أحيي سيادتك على إنك لمستها، ولكن الكلام اللي ارتبط بيها بعد كده أنت سيادتك كاتب رفع مستوى أجور المعلمين في المدارس إلى ما يناهز أعلى المرتبات في الدولة. هذا كلام اسمح لي أقول لسيادتك أنه كلام عام. يعني هل أنا أتوقع ان مدرس هياخد 50,000 جنيه اذا قلنا اعلى المرتبات؟ وبالتالي انا كنت احب تقول سيادتك هنعمل كادر خاص، الكادر الخاص شكله كذا، هيمول بهذا الشكل، ويا ريت حضرتك تقول لنا كمان الفلوس دي هتيجي منين؟ خليني اقول لحضرتك ان انا كاتب ان انا بقول كل من له علاقه بمهنه التعليم سواء في مدرسه او في جامعه او في محو اميه او في جامعه الازهر سيكون في مقدمه المجتمع ماليا، شأنهم في ذلك شأن العاملين بمهنة القضاء، وده مفهومي ان انا رجل التعليم. وده هيتم بايه؟ انا بقول ليه شأنهم شأن مهنة القضاء؟ لان هاتين المهنتين ارى ان لابد يكون ليهم الكادر الخاص اللي بيقيمهم تقسيم خاص. حضرتك بقى تقول لي هيبقوا 50,000 عشان خاطر الحكومة لسه قايلة اول امبارح ان اكبر مبلغ 50,000، ده موضوع مش ساري. انا بتكلم بقول ان اعلى مرتب في الدولة يبقى مرتب الراجل اللي بيعلم والراجل اللي بيحكم بالقانون. كويس. سيادتك كاتب ان الميزانية لن تقل عن 10% من اجمالي الناتج القومي، وهي دلوقتي 3.5%. خليك معايا يا دكتور. فكده يعني 3 اضعاف. خليك معايا يا دكتور. اقول لك في احد الزملاء المرشحين واللي انتوا حضراتكم قابلتوا كلامه بيقول انه هيرفع الفلوس المخصصه لمرتبات التعليم، هيخليها 25% من الميزانيه. انا بس احب اقول لحضرتك ان ميزانيه الدوله زي رغيف العيش 4/4، ربع بيروح خدمه ديون مستهلك، الربع الثاني بيروح للدعم، الربع الثالث بيروح مرتبات في الدوله، ولم يبقى للدوله عشان تصرف بيها كل حاجه من الالف للياء غير الربع. بينما الزميل العزيز على مرأى من حضراتكم بيقول ان التعليم
هيخلي له ربع الميزانيه، ربع الميزانيه اللي بيتصرف بيها على مصر من اولها لاخرها. انا بعرف ازاي العمليه مش كده. كل المحسوب دلوقتي غلط، وكل الموجود دلوقتي ما يقضناش. كلام شبهه يا فندم. لا ما قلتش شبهه ابدا، هنزودها 3 مرات لان حضرتك انا ما قلتش 3 مرات 10% ما ابدا من 3.5%. ابدا. انا بقول لحضرتك اكبر مرتب في الدوله في موظفين الدوله. حضرتك خد كلمتي مني دلوقتي على المائده معاك. ازاي يجي؟ طب ما احنا طب ما المشروعات هنعملها ازاي؟ انا بقول هدف، وهدف لازم نروح له. المشروعات الاستثماريه هنعملها ازاي؟ الناتج القومي هنزوده ازاي؟ الدخلنا بصفه عامه هنزوده ازاي؟ امال هنبني منين؟ ما هو لازم يجيب فلوس. زي ما هنجيب فلوس بنجيب فلوس نبني البشر، باننا اول واحد نبنيه في البشر المعلم. قول لي بقى شويه بدائل يا فندم. قول هعمل ضرائب تصاعديه، قول هفرض ضرائب على البورصه. وتفتكر حضرتك الضريبه التصاعديه في السنه والاثنين والثلاثه الاولانيين هيجيبوا لحضرتك المرتبات اللي حضرتك عايز لا، تديها؟ ما انا بقول 10 بدائل. قول لي الصناديق الخاصه هاخد منها حاجه، يعني عندنا 10 بدائل نقدر نقول ناخد من ده او ناخد من ده او ناخد من ده. اكيد. لكن اكيد يا دكتور انا مدرك موضوع الصناديق الخاصه، واكيد انا مدرك موضوع الضرائب العقاريه. لكن انا بجيب حضرتك بقى من الاخر وبقول لك ان في مرتبات الدوله مرتب المدرس ومرتب القانوني يبقوا اعلى مرتبين. حضرتك عايز بقى تفاصيل اقولها لك. دكتور كمال سؤالين عشان الحفاظ على الوقت. امامنا سؤالين بسرعه في ملف التعليم. سؤالين بسرعه. انت سيادتك احنا بنحسب حضرتك على التيار الليبرالي في مصر على اي حال، وسيادتك اتكلمت في برنامجك عن يعني توجه ليبرالي واضح، ومع هذا تقول ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. وبالتالي انا عايز اسال بقى حضرتك ازاي ده هيتم وانت ليبرالي في نفس الوقت؟ لسبب ان الحكومه اما بتعمل على حسابها، اما بتعلم الطالب على حسابها يبقى مضطره تغذي السوق باحتياجاته. حضرتك بقى سيب للجامعات الخاصه هي تعمل بقى بالزياده اللي هيتعلم فيها ويطلع يشتغل بره يمكن، لكن لا اقل كموظف حكومه بقى او كمسؤول حكومي ان انا لو انا هصرف على هؤلاء الطلبه لغايه ما يتخرجوا يبقى انا بغطي احتياجات الدوله في الاول، عشان ما يطلع ليش هذا الرجل اللي انا علمته وصرفت عليه وبعدين في الاخر يبقى العدد فيه وفره في مكان انا مش محتاج فيه وضائقه في مكان انا محتاج فيه. عشان كده الحكومه لازم تتدخل بشيء من التنسيق مادام هي هتصرف على هذا الطالب من الالف لغايه الياء. طيب اخر سؤال قبل ما تسال اخر سؤال، سياده الفريق الدكتور كمال قال لحضرتك احنا بنحسبك على الليبراليين، حضرتك ليبرالي فعلا؟ يعني انت محسوب على التيار الليبرالي؟ هو في تيارات ايه الاول؟ ليبرالي واسلامي واشتراكي. ليبرالي واسلامي وفي محافظ، في حاجات في تيارات مقاتله وفي تيارات مدنيه وكل حاجه 100 100. طيب اخر نسال الدكتور دكتور حسبني على الليبرالي. امال ايه انت حضرتك خدتها وما ردتش فانا بسال، انت حضرتك فعلا مصنف على انك ليبرالي؟ ولو الواحد خد كل كلمه ورد عليها مش هيخلص. طيب سؤالك الاخير اتفضل. دكتور كمال سؤال سريع ومختصر. سيادة الفريق، التعليم الآن يتغير. نحن لم نعد في ظل عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك، أصبح لدينا أحزاب ذات توجه راديكالي ومختلفة عن بعض، ما بين ناصري وما بين يساري وليبرالي وإسلامي. هل تؤمن بأن مؤسسات التعليم في الجامعة وفي التعليم قبل الجامعة هي مؤسسات قومية ينبغي أن ننأى بها عن عزف الأغلبية أيا كانت هذه الأغلبية إسلامية أو ناصرية أو ماركسية؟ أعتقد كلام حضرتك الأخراني ده مظبوط جدا. أعتقد. أشكرك جدا يا دكتور. بنشكر جدا الدكتور كمال مغيث، وبنشكر السيد المرشح ايضا على هذا الحوار الساخن، وهي قضيه ساخنه، قضيه تعليم، وبنعتقد كلنا مؤمنين انه اصلاح مصر لابد ان يبدا بالتعليم. ايضا في ملف التعليم يا سياده الفريق لدينا اسئله سريعه، وحضرتك طبعا فاكر من امبارح ان احنا عندنا اسئله سريعه بتجاوب حضرتك عليها بنعم او لا. السؤال الاول: أول خطوة في القضاء على البطالة تطوير التعليم الفني وتخفيض عدد المقبولين بالجامعة إلى أقصى حد ممكن، نعم أم لا؟ لا. ليه؟ أخفض ليه؟ الطالب عايز يتعلم في هذا الاتجاه، أنا ما أعرفش هو يمكن هيتعلم ويشتغل بره.
اخفض ليه اتدخل فيه؟ بس لكن انا كوني انا اركز على التعليم الفني عشان احنا اهملنا هذا الموضوع لفتره طويله جدا، اهملناه لدرجه ان هو نزل، يعني نزلنا من قدره. اللي احنا نعمله يا فندم ان احنا نرتقي بمستوى التعليم الفني وبالمستوى الاعتباري ليه في المجتمع، عشان خاطر نعادل تماما بين الخريج من التعليم الفني زي الخريج من التعليم العام على قدم المساواة بالظبط. لان ده يمكن المجتمع محتاج له اكتر، لكن اعتقد ده الدور اللي لازم. يعني مش هتخفض اعداد المقبولين في الجامعات؟ لا يا فندم، لا. السؤال الثاني، اغلب قيادات وزاره التعليم في حاجه الى النقل او الاقاله لعدم جدواهم. اغلب قيادات الوزاره في التعليم، وزاره التعليم. اعتقد يا فندم الموضوع بيحتاج لاداره، لقياده. اما يبقى في قياده بتشغل الناس. اذا هي ليست نعم ولا لا. ما اعتقدش ان احنا عندنا الاعداد، اذا يعني لا، النقطه دي عشان اكون امين ما اعرفش يعني عددهم فعلا للدرجه دي ولا في سوء تصرف في التشغيل. اذا في بعض الملفات هتبقى محتاجه دراسه، حضرتك مش مع البتر. لا طبعا، مع اتاحه الفرص. إذا كنت انا ما اعرفش النقطه هبترها ازاي. نعم. السؤال الثالث، افضل الاهتمام بالمدارس الموجوده وتطويرها وتحديثها بدلا من انشاء مدارس جديده، نعم ام لا؟ اطور. ما احنا عندنا موضه في مصر، اما نمسك حاجه جديده نعملها نهدي القديم، نستغنى عن القديم. الدنيا كلها ما بتعملش كده الحقيقه. على التوازي يا فندم، جزء بيشتغل في تطوير القديم وجزء بيبني الجديد، الاثنين بيمشوا مع بعض. يعني لا نعم ولا لا، يعني مع بعض الاثنين سوا، يبقى نعم ولا. تمام. نعم ولا. سؤالنا الاخير، مجانيه التعليم يجب ان تقتصر على المرحله الثانويه فقط ويعاد النظر في مجانيه التعليم في المرحله الجامعيه؟ مش دلوقتي ابدا. مش نعم الآن. مؤجله يعني؟ مش مؤجله طبعا، نعم مؤجله، لكن يعني نعم. لا، يعني تستمر. لازم تستمر، مش وقت متغيرات بهذا الشأن اطلاقا. شكرا على هذا الملف. بعد الفاصل ملف أكثر حساسية أو لا يقل أهمية عن ذلك، السياسة الداخلية، وهي متسعة ومتشعبة. هتكون مع الدكتور سمير مرقص بعد الفاصل إن شاء الله.